محب اللغة القبطية أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي. درس النهاردة عن زمنين، زمن الحاضر الثاني والحاضر الرابع. احنا كنا خدنا الحاضر الأول اللي هو المضارع اللي احنا متعودين عليه، والحاضر الثالث اللي هو بتاع الحال. النهاردة هناخد الحاضر الثاني والحاضر الرابع، وأنا ضامم الزمنين مع بعض عشان في تشابه أو مش تشابه. بنضيف حاجة بسيطة على أو بنضيف حرف قدام علامة الزمن بتاع الحاضر الثاني بيدينا الحاضر الرابع، زي ما هنفهم بالتفصيل بعد شوية. طيب، استخدام الحاضر الثاني في ايه واستخدام الحاضر الرابع في ايه؟ طيب، الحاضر الثاني انا بستخدمه في حاجتين، يا اما استفهام في زمن الحاضر، لما اسال سؤال بستخدم الحاضر الثاني. اكثون ادم يعني اين انت يا ادم، يبقى دي في زمن الحاضر الثاني. نفس العلامه اللي هي دي نفس علامه انت برضو بتاعه الماضي التام، وهي زي ما نشوف دلوقتي برضو ان نفس العلامات هي بتاعت الماضي التام، بس بنفرق في سياق الجمله. يبقى اول حاجه بنستخدمها في الاستفهام في زمن الحاضر. الاستخدام الثاني اللي بنستخدمها لتقرير حقيقه معروفه او واجبه المعرفه. يعني لما اقول مثلا الهنا يكون، لما اقول بنوتي افشوبي خينت في هو خين ماي نيفين، يعني الهنا بيكون في السماء وفي كل مكان. دي حقيقه عارفين ان احنا ربنا موجود دايما في السماء وفي كل مكان، فدي حقيقة واجبة المعرفة. يبقى الاستخدام الأول في الاستفهام، الاستخدام الثاني لتقرير حقيقة واجبة المعرفة. طب ده بالنسبة للحاضر الثاني. الحاضر الرابع بستخدمه في إيه؟ اسمه الحاضر الدال على العادة. بستخدمه للدلالة على عادة متكررة الشخص بيعملها على طول. يعني لما اقول مثلا اقوم وقت السحر عاده لابارك اسمك، يعني انا متعود في نفس الوقت ببارك اسمك على طول، فدي حاجه عاده، بنقول عاده متكرره. بقول شاي تونت ام فناف ان شرب ان طا اسمو اي بكران، اقوم وقت السحر لابارك اسمك. طيب، الاستخدام الثاني او بنستخدمه لنفي حدث عادة متكررة. يعني لما أقول مثلا الآلهة دي لا بتسمع ولا بتشوف، هي متعودة كده لا بتسمع ولا بتشوف، بقول إيه؟ إمباف ناف وذي إمباف سوتين، لا بيسمعوا ولا بيشوفوا، أو لو بيشوفوا ولا بيسمعوا. طيب، ناخد نظام التصريف بنفهمه إزاي. بالنسبة لتصريف الأزمنة، خدوا قاعدة إن أنا لو عرفت تصريف الحاضر الأولاني والحاضر الثاني وصفات الملكية مع كل الضمائر، هعرف أركب على كل الأزمنة. طيب، أنا زي ما قلت قبل كده إن أنا حاطط الحاضر الثاني والحاضر الرابع مع بعض، لأن في إضافة بسيطة على الحاضر الثاني بيدينا حاضر رابع، بيضيف حرف الشاي في الإثبات وحرفين المي والبي في النفي. طيب، نفهم بالتفصيل دلوقتي. تصريف الحاضر الثاني في الإثبات هو نفس تصريف الماضي التام اللي هو الماضي الأولاني، مع اختلاف إن في الماضي التام كنا قدام الاسم الظاهر بنحط إيه؟ لما أقول مينا شليل يبقى مينا صلى، لكن لو حطيت أريه يبقى ده حاضر تاني قدام الاسم الظاهر. طيب، وعندي اختلاف تاني اللي هو أريتين. أريتين هناك في الماضي التام بنقول أريتين أو أتتين، الاثنين صح. طيب، النفي بتاعه بضيف وإن أو يعني هنا النفي زي الحاضر الأول وغير الماضي التام. طيب، بالنسبة للحاضر الرابع في الإثبات هو الحاضر الثاني، بس بضيف له حرف الشاي. يبقى كده متعود لما أقول شاي شليل يبقى أنا متعود أصلي. لما بنفيه بضيف قدام الحاضر الثاني، تصريف الحاضر الثاني المي والبي تبقى امباي شليل، أنا مش متعود أصلي. كشليل دي في حاضر تاني، يبقى شاكي شليل يبقى انا ايه؟ دي حاضر رابع. شاكي شليل يعني انت متعود تصلي، امباكي شليل انت مش متعود. شاري لانتي، امباري انت مش متعوده. شاف هو متعود، امباف هو مش متعود. شاص هي متعوده، امباس هي مش متعوده. شان امبان، شارتين امبارتين. شاف امباف، هم متعودين هم مش متعودين. قدام الاسم الظاهر بتبقى بدل قريب بتبقى شاري.
حتى بنقول شاري فنوتي اللي هو مرد الابراكسيس في الصيام، ربنا متعود يعني على دي عاده على طول بيعملها. امباري النفي، يعني انا كل اللي انا بعمله في الحاضر الثاني بجيب نفس العلامه بتاع الحاضر الثاني او الماضي التام واحط حرف ايه؟ الشاي. وقلنا بنفرق بين الحاضر الثاني والماضي التام قدام الاسم الظاهر العلامه مختلفه والنفي طبعا مختلف. وقريتين هناك بتبقى قريتين او قطتين، هنا قريتين بس. ده بالنسبه لتصريف الحاضر الثاني وتصريف الحاضر الرابع. نبدا بالحاضر الثاني. طيب بيقول لك اشاروا الى ابيه ماذا تريد ان تسميه. طب بصوا هنا يعني اتشوريم دي في زمن ايه؟ دي في زمن الماضي التام. اشاروا ايه بفيوت، اشاروا الى ابيه. جي بقى بيقولوا له ايه بقى؟ اك اوش. لاحظوا ان هنا بصوا ادي اف دي بتاعت الماضي التام، الاك دي بتاعت الحاضر الثاني. اك اوش ماذا تريد. ايموتي اللي هي ايه؟ تدعوه. ايروف جي نيم، عايز تسميه ايه. يبقى دي اول مثال. بعد كده عندنا المثال اللي احنا لسه قايلينه من شويه، الهنا يكون في السماء وفي كل مكان. بالنوتي اف شو بيخينت فيه وو خين ماي نيفين. الهنا في اف شو اهي، دي حقيقه واجبه المعرفه. طب لما اقول مثال كمان في قدام الاسم الظاهر، تسبيحته في بيعه القديسين، يعني احنا متعودين التسبيحه بتاعت ربنا في في كنيسه القديسين. يبقى اقول اري بيفسمو. بيفسمو ده اللي هو الاسم الظاهر اللي هي التسبيحه بتاعته هو. خين تي اكليسيه انتيني يفقوا، تسبيحته في بيعه القديسين. يبقى الحاضر الثاني انا بستخدمه للتعبير عن استفهام سؤال، او للتعبير عن حقيقه واجبه المعرفه. ناخد أمثلة على الحاضر الرابع اللي هو الحاضر الدال على العادة. لما أقول شاف هوس، شاف تي أو أو إمبا شويس إيسوس، يعني اتعود الشروبيم إنه يسبحوا ويمجدوا رب يسوع. لاحظوا هنا أدي شاف، لو شلنا حرف الشاي وقلت أف هوس يبقى هم سبحوا وخلصوا بقت في الماضي التام. لو جت وشلت الشاي وجت في صورة استفهام يبقى دي بقت حاضر تاني. حطينا لها الشاي بقت حاضر رابع. طيب تاني مثال عندنا كل عمل او شيء اعتاد ان يصنعه اعتاد ان ينجح فيه، كل حاجه بيعملها بينجح فيها. يبقى هو بنفين كل عمل. ايه شافاي تو، شاف تيماتي بينجح انخيتو فيه. المثال الثالث الله يرسل لنا مراحمه ورأفته بصفه متكرره. زي ما قلنا لحن شرق فنوتي اللي هو نقوله في البراكسيس شرق فنوتي او اورب. الله بيرسل او اوربنان بيرسل لنا، متعود يرسل لنا ايه بقى؟ النيف ناي مراحمه ونيم نفشن هيت ورأفاته، حاجه فيها عاده على طول بيعملها. بعد كده عندنا مثال في النفي قدام الاسم الظاهر، مصباحها لا ينطفئ طول الليل. يبقى امباري ادي النفي قدام الاسم الظاهر اللي هو بيسخيبس، مصباحها هي تشينو ام بي ايجور هتيرف في الليل كله لا ينطفئ. تشينو طبعا ينطفئ، وادي بي ايجور هتيرف اللي هو الليل كله. يبقى ده الحاضر الرابع بيدل على عاده متعودين نعملها دايما. دلوقتي هنفرق بين ازمنه الحاضر اللي خدناهم. احنا خدنا 4 ازمنه في الحاضر، قلنا 14 زمن، منهم 4 في الحاضر وخمسة في المستقبل وخمسة في الماضي. طيب الأربعة الحاضر عندي حاضر أول، حاضر تاني، حاضر تالت، حاضر رابع. الحاضر الأول قلنا ده بدون علامة زمن قدام الاسم الظاهر. يعني لما أقول مينا شليل يبقى مينا يصلي. أري بالنسبة للحاضر الثاني قدام الاسم الظاهر. في الحاضر الثالث اللي هو دار الحال سوري الحاضر الدال على الحال، إيري قدام الاسم الظاهر. بعد كده الحاضر الرابع بنقول شاري، ده بالنسبة للإثبات. في النفي الثلاثة الأولانيين الحاضر الأول والثاني والثالث آن وإن وآن، بس الحاضر الثالث نفيه قليل. بالنسبة للحاضر الرابع النفي بتاعه إمباري.
كان في الماضي التام بنقول امبي، دي اسمها امباري. طيب بالنسبه للاستخدام قلنا الحاضر الاول اللي هو المضارع، بيعبر عن المضارع لما اقول افشلي يعني هو يصلي. الحاضر الثاني بنستخدمه اكتر في الاستفهام لما اقول اكثون اين انت. الحاضر الثالث بنستخدمه للدلاله على الحال، اف موشي يعني ماشيا، اتيت الى الكنيسه ماشيا. والحضر الثالث احنا ممكن بنستخدمه مع كذا زمن، يعني لما اقول في الزمن الماضي وفي زمن الحاضر وفي زمن المستقبل، لانه بيعبر عن الحال. الحاضر الرابع بنستخدمه للدلاله عن عاده، لما اقول شافش ليل يعني هو متعود انه يصلي.